اهلا وسهلا بكم يا رجاله. معانا النهارده حلقه جديده من حلقه اي فوتبول، وحلقه النهارده هنبتدي كده ندردش فيها مع بعضينا، وهوريكم التشكيله بتاعتي المتواضعه جدا. على فكره انا لسه بادئ اللعبه دي تقريبا شهر ونص. انا بحب البلاي ستيشن وكل حاجه، لكن متعمق في اي فوتبول خلال الشهرين اللي احنا فيهم دول بس. فكنت حابب ان انا اشارك معاكم الحاجات دي، فلو انتم متحمسين خلونا نكمل مع بعضينا، وان شاء الله يعني تتبسطوا بالمحتوى. انا حاليا اخر حاجه وصلت لها كانت ديفيجن 3، لان ما كنتش بلعب كتير الفتره اللي فاتت. بس ان شاء الله يعني نوصل ديفيجن 1 مع بعضينا كده ان شاء الله. تمام، يلا بينا يا رجاله. لو في حد عنده اي ملحوظات، على فكره يعني انا تقريبا هتعلم منكم كل حاجه. انا مش متعمق زي ما قلت لكم في ايه فوتبول كويس. انا بحب العب بلاي ستيشن وكل حاجه، لكن برضو مش متمكن في التفاصيل اللي جوه اللعبه نفسها. فاتمنى يعني انكم انتوا لو في اي ملحوظات او اي حاجه تطور لعيب فلان في تطويره معينه عايزين تقولوا لي عليها، هكون مرحب جدا يعني بحاجه زي كده. بس فخلينا كده نبتدي اول ماتش ان شاء الله وعلى خير. يبقى عشان الدفاع مش احسن حاجه او الجبهه اليمين مش احسن حاجه، فاحنا هنلعب روديجر تلاتة يعتبر باك لحد لما نشوف الدنيا تمشي ازاي. انا بالمناسبه انا بحب العب بكابيلو. طريقه واسلوب لعبه بصراحه مميز جدا عن اي مدرب تقريبا. هو شبه مارتينيز في حاجات كتير، بس يعني انا حابب كابيلو اكتر بصراحه. التفاصيل اللي انا بركز عليها عموما لما بلعب بكابيلو، يعني شايفين هناك ميسي وهناك ايدن هازارد. التكتيكات الفرديه اللي انا بركز عليها هي ان انا اعمل مراقبه لاصقه للجناحين بتوع اي فرقه. ده في حاله لو هو لاعب باجنحه، لكن لو مش لاعب باجنحه بصراحه أنا مش اي حد اعمل له مراقبه لاصقه وخلاص. لازم اشوف الناس اللي هي بتاثر جامد على مستوى المباراه واعمل لهم مراقبه لاصقه، لكن مش في كل الاحوال طبعا. يلا بينا يا رجاله. نشعر بالصخب الآن، نشعر بالحضور في المدرجات، نشعر بالكثير من الإثارة في كل مكان. وركلة البداية فينورد روتردام في مواجهة برشلونة. فينورد روتردام ينقل الكرة بشكل سريع وراء، خطيرة جدا. بدايه حلوه، بدايه حلوه الحمد لله. لسه دي البدايه ان شاء الله. ما أجمل هذه البداية، هدف ايه من اولها التقدم تختار يأتي اعدادات يا اسطى؟ سريعا. خلص. مبابي بيخلص يا جدعان بالمناسبه يعني. عايزكم تقولوا لي رايكم في التشكيله بتاعتي. ناقصها حد؟ انا عندي شويه لعيبه حلوين فشخ بصراحه، بس مش كل اللعيبه يعني بلعب بيها. بدأت المباراة بس الآن لو لكن في حد مشان معين كده في تغيير دماغكم أول ربما او لم يكن تطويرات يتوقع أحد معينه ممكن هذا تعرفوني بيها، الأمر. وانا واضح أن الهدف هو استغلال ممكن سرعته في اعملها يعني. الركض بالكرة وخلق خطورة. شوف اللياقة، يا ضاعت. لها من طيب حلو كرة والله. لكنها في الأخير ضاعت بعد مجهود رائع جدا. غريب يا ان لها من هالاند ضيع فرصة دي. كانت هنا، أكيد هناك غضب وإحباط من ضياع الكرة. انا عايز العب على هالاند. تيكي تاكا مميزة ورائعة من هذا الفريق. مبابي مش ده اللي بكلمكم عليه، بارك جي سونغ، ان حتى لو هل الجناح تمر استلم الكرة الكرة؟ بيستلمها بصعوبة. اطلع. ميغنا لم حلو. يعاني هنا. يلا هالاند، يلا روح. ماشي. يحتاج إلى تركيز أكبر في المرة المقبلة. اعتراض رائع للكرة. ريكارد، تعال يا مبابي هالاند، تاني. روح يا هالاند. فينورد روتردام لديه جودة كبيرة في التمرير. يا لها من مراوغة. واحد يجي. هالاند، هالاند، عودة مش للوراء. لده يا اسطى، مش لده يا اسطى. الجماعة اللي فاتتهم من بداية المباراة، فريق تمكن من إحراز هدف مبكر جدا هذا اليوم. النتيجة 1-0.
بس تعالى 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 تعالى. خلاص خلاص يا اسطى. هازارد. ماشي. كانت انا مراوغة اخدت رائعة الشوط ده كله جدا عشان وفرصة تشوط الشوطه كبيرة. دي. هازارد أظهر حيوية كبيرة في المرور والتقدم بالكرة. هذه ثقة كبيرة لكنه نسي اللمسة الأخيرة. جاك ويلشر. فينورد روتردام. نشوفهم هنا يحاولون تطبيق أسلوب التمريرات في العمق، وهذا أمر يحتاج إلى حركة كبيرة من المهاجمين من أجل استغلال أي تمريرة. ماشي حلو حلو. نزود الهجوم شويه. أرنولد. ليونيل ميسي. غابت عنه الدقة في الأوقات الحاسمة هنا. تعالى. هالاند. يا سلام على هذا الباص. مش عايز السرور العالي، والله ما عايز السرور كان العالي. يحاول الدوران لكن الدفاع هنا منع من مواصلة سعيه نحو خلق فرصة حقيقية على المرمى. هالاند. يا لو عدت. بينية جميلة. لمسة ولا أجمل. محاولة كرة بينية لكنها لم تكتمل. صافرة من حكم المباراة. هذه كرة غير شرعية بداعي تسلل. باص سيء لم يكن في كرة ورا بشكل جيد في اللقطة الماضية. ثقة كبيرة أظهرها الدفاع هنا في هذا التحدي. انطلاقة مميزة انتهت بتدخل سليم وحاسم. أرنولد. تمريرة جميلة. مهم جدا تفهم اللاعب اللي قدامك بيلعب ازاي او هيلعب ازاي. لازم تتوقع التوقعات اللي هي على اساسها تلعب اللعبة دي. هل ينجح في هالاند؟ حلو. الكرة اللي كانت مرتفعة قليلا عن الأرض ولكن أيضا تنجح في انك تتوقع اللي قدامك هيلعب ازاي 80% او 50% مثلا نقول من مكسبك للمباراة. ودايما تخلي دفاعك متأخر شوية، يعني انت ما تحاولش تدافع بكل خطوطك. كيليان امبابي. ميسي. شوف الدقة في هذه التمريرة. هالاند راحت عنده في مكان جميل. يستقبلها نيدفيد. الآن ممكن يسجل. مش كده، انا عايز دبل تاتش. يا له من تصدي من حارس المرمى بافل نيدفيد. نعم حاول ان يسجل لكن واجهه حارس غير يمكن القول انها كارثه على الفريق. ميسي. مبابي. يطلع لبرا. نشوف تمريره ولا اروع هنا. انطلاقه كانت جريئه لكن في نهايه التحدي تفوق الدفاع كسب الرهان. مش كده خالص. انا حاسس اللعبه بتقطع يا جدعان. كانت هجمه واعده لكنه تاخر كثيرا في اتخاذ القرار. فات الميعاد. موجود لابعاد الكره. تحكم غير عادي بالكره والفرصه. الحارس مره اخرى يمكن. صافره الحكم تنطلق وتعلن نهايه الشوط الاول. انتهى الشوط الاول ب1-0. نستنى الشوط الثاني ان شاء الله الدنيا تظبط اكتر يعني. بس ممكن نطلع هالاند لان هو اصلا مش احسن حاجه، ننزل فرناندو توريس. تستأنف المباراة بركلة البداية للشوط الثاني. هدف يبعثر أوراق المجموعة. فينورد روتردام أجرى تبديل في تشكيلته بين الشوطين. ريكارد. نيدفيد. تروح الآن جميلة خلف الدفاع. يتغير الاتجاه نحو اليسار وأصبحت ضربة ركنية. أكيد ركنية راح تكون خطيرة جدا بالنظر لأطوال اللاعبين.
برشلونة يتطلع لاستغلال الهجمة المرتدة. تحول سريع في الملعب. على ميسي، تاني كرة رائعة هنا ويسدد توريس. توريس. يا راجل كرة فرنتور، كانت قريبة جدا على اعتاب المرمى يا راجل حرام تقريباً، عليك، ولكنها في الأخير ما ضاعت. تضيعش ابدا دي فرناندو. أكيد محبط على ضياع هذه الفرصة للتسجيل. دفاع صلب لا يمزح أبدا. رافائيل لياو حاول القيام بالكثير من الأمور في نفس الوقت، بالتالي فقد الكرة. كان من الأفضل أن يركز على التسديد. فرناندو توريس. مش احسن حاجه يعني كوسه، يا بس له قشطه من عادي يعني. تصدي، يا له من حارس مرمى، احنا شبعانين من يا كده لها اصلا. من ردة فعل جميلة جدا. لقطة غير عادية وتصدي رائع جدا من الحارس. هذه فرصة. هي دي. الله على لعبة جميلة، على كورة مثيرة، على هدف. نلعب شويه على فينيسيوس ناحيه الجناح. ايه ده انتهت انسحب المباراة. ليه يا اسطى كده؟ طيب شكرا جزيلا على مش مشاهدتنا، مهم، وتنتهي هكذا تغطية لمباراة ندخل على الليلة. المباراه اللي بعديها. بس لسه بدري يعني اصلا انك على تنسحب، مش فاهم بصراحه. عايزين نعدي ديفيجن او نوصل ديفيجن 2 النهارده يا رجاله. بما انكم شفتوا اللعب، زي ما قلت لكم لو في لعيبه معينه عايزين مثلا اركز عليها هي الافضل عرفوني. دي حاجه مش عيب ابدا، ده بالعكس، ده انا هتبسط بحاجه زي كده انكم تساعدوني في حاجه شبه كده. بس فاكتبوا لي في الكومنتات اي حاجه نفسكم فيها، حتى لو انا بوت يعني ما بعرفش العب اكتبوا لي جدعان، انا بتقبل النقد عادي جدا. وعايز اقول لكم انا مش محترف، انا ما الا شخص عادي جدا بيلعب اللعبه دي. حابب تتفرج عليا يا عم تشرفني، مش حابب برضو تشرفني، انا شخص عادي جدا. عشان بس محدش يشخصنها معايا في كومنتات يقول لي انت ما بتعرفش تلعب وانت فالدنيا ابسط من كده بكتير يعني. بس اتمنى تكونوا فهمتوا الدنيا. بيساكا مش عارف ماله، ده كل ماتش الاقيه السهم بتاعه مش احسن حاجه. امبابي ده ماتش جوليان، حتى لو جوليان برضو مش احسن حاجه، بس جوليان اعتقد هيعمل شغل عالي. نشوف بس الباشا بيقول ايه. هنركز برضو على دييجو دالوت، هنركز على نونو مندش زي اللي شفناه في الماتش اللي فات. هو بيبدأ من تحت خالص، فعشان كده هو مركز معاهم. هجمة مرتدة، يلا بينا رجالة، يلا رجالة نبتدي التوقعات المباراة والآمال النهاردة. مرتفعة الآن، ويبدو أن كل شيء جاهز من أجل مباراة ملتهبة. عايز نسحب اللعيبة بس ده بعينه. وتنطلق المباراة بالفعل. شايفين عايز نجرجر اللعيبة. حضور فرانك رايكارد في الوسط اليوم يمنح الفريق قوة بدنية اهو وسيطرة ده لا اللي حدود بكلمكم عليه. لها. لاعب مهم في بدء الهجوم المضاد، ويعرف كيف يتحكم في رتم الملعب وحتى في العودة إلى الخلف من أجل بدء الهجوم والانطلاق بشكل رائع. جوليان ألفاريز، هنا محاولة جيدة، روح ندفت بكل مش ثقة يقطع الكرة. جوليان ألفاريز لم يعرف كيف يرسل تمريرة بينية سليمة. لازق فيه يا اسطى، اكيد لا هسيبه لك. والآن إلى رمية لا يعني الراس. ده اللي بكلمكم عليه. لو هو الفريق اللي قدامك بيلعب على شخص معين، جاك ويلشر. ففي الحالة دي لازم تمريرات تمسك اللاعب اللي هو قصيرة بيلعب رائعة عليه، في وسريعة. الأغلب بيكون الأجنحة طبعا. فرناندو توريس، استعادة الكرة سريعا. كوندي، بداية حذرة من الجانبين. كل فريق يحاول يكسب ثقة مع مرور الوقت. يحاول اختراق الدفاع بالتمرير. ضغط يستمر. هو تحول بيلعب على بعد الاثنين دول ذلك بس، إلى يمين ركنية. وشمال. فرصة قد تكون مهمة الآن. ارتقاء، ولكنها في الأخير ضاعت. أكيد محبط على ضياع هذه الفرصة على فريقه. كانت فرصة سانحة للتسجيل.
وحشة جدا. دراغان ستويكوفيتش، فرناندو توريس يحاول صنع الفارق. نونو مينديس يستلم الكرة من الخلف. بالظبط كده، انتوا فهمتوا اللي انا قصده من الحتة دي. بس هو الظاهر كده مركز على الكرة العرضية، مركز عليها جامد، سواء من ناحية دايلوت أو من ناحية نونو مينديش. ولا ركنية في الجهة الأخرى. البينية حلوة الآن محاولة لرد الخطورة الآن في الجانب الآخر. أوقف الهجوم يا جدعان يا جدعان في كرة اهي قدامكم. فرناندو توريس ويسدد توريس. بتاعت الماتش اللي فات يس. نونو مينديش جامد، تحرك بقوة هائلة. كانت انطلاقة مميزة، لكن المدافع كان له رأي آخر. تدخل حاسم في توقيت رائع. هيلف بيك هدف، هيلف بيك هدف في وقت مناسب. يا راجل حرام عليك. فرناندو توريس يرسل عرضية لداخل المنطقة. واضح ان الجانب الايسر مركز في هذه المباراة وقادر على صناعة الفارق من خلال عرضيات المتكررة. واضح تركيز المدرب على هذه الجبهة واستغلالها من اجل صناعة الفارق في هذه المباراة. من الواضح للجميع ان الدفاع مكشوف في هذه الجهة. من الصعب الاجابة على كيفية ايقاف هذه الجبهة من صنع الخطورة. خطيرة جدا، هدف لمصلحة فاينورد، وهذا دي فايدة كابيلو، الافتتاحي في اللقاء. دي فايدة كابيلو. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. أيترك مثل هذا أمام المرمى؟ يا له من خطأ كبير على الدفاع. أسوأ حاجة إن الشخص يلعب على فكرة واحدة بس. أمام الشباك لازم يكون عندك كذا أوبشن، لكن هتفضل تلعب على نفس يسجل هدف الأول الناحيتين الدقائق المقبلة ستحدد مصير المباراة. لا يجب السماح بأي خطأ يقلب من الأوضاع ويضيع التقدم. سجل هدف وحيد في هذه المباراة، وحتى الآن ما زال هو العلامة الفارقة في النتيجة. النتيجة 1-0. انطلاقة كانت جريئة، لكن في نهاية التحدي تفوق الدفاع، كسب الرهان على حساب الهجوم. ميسي، ليونيل ميسي، يا سلام على الفينيشينج، أجمل إنهاء، وضع الكرة بروعة في الشباك. أي بداية هذه، هدف آخر يأتي يعزز التقدم ويؤكد التفوق. الآن أصبحت علامة مسجلة باسم الفريق. بارع جدا هذا الفريق في تنظيم الهجمات المعاكسة. المرتدات هنا لا مثيل لها. الآن النتيجة 2-0. من الواضح جدا أنهم يسيطرون تماما على مجريات اللعب. المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين. بالتأكيد أنه سيحاولون ليه؟ ما هو جنبك، أنت بتدي البعيد ليه؟ في هذه المباراة، وأيضا البحث عن مزيد من الأهداف. يا سلام على هذا الاعتراض. أنا لو كل ده من دفع كان زمان جاب أهداف كتيرة جدا بصراحة. فرناندو توريس غابت عنه السرعة في اتخاذ القرار، فضاعت منه الكرة. الفاريز مش باين ليه يا جدعان بجد؟ متخيل الفاريز هيعمل شغل عالي. بافل نيدفيد، قراءة ممتازة من الدفاع. فان نيستلروي يتحرك لوحده، يهاجم، مر وفات. الآن لعبة خطيرة، خلاص غاب التركيز. شكرا. انا غلطت غلطه ان انا بالغلط دوست على التاكلينج، فاتصدرت ان ما اتحسبتش بينالتي. هيكمل؟ مش هيكمل. مش عارف، انا ملاحظ حاجه يا جدعان، ان في كل مره اخر 15 دقيقه تقريبا في الشوط الاول بيكون في لاج كده بيحصل في اللعبه. مش عارف انتم ملاحظين ده في الفيديو ولا لا؟ يلا بينا. بتقدم 2-0 في الشوط الاول. تستأنف المباراة مع انطلاقة الشوط الثاني. لا توجد اي تغييرات حتى الان في مباراة اليوم. فان نيستلروي
لعبت جيدا لكن الاعتراض كان رائع. الفكرة كانت جيدة لكن التنفيذ بدأ يتعصب، كان سيء هو بدأ للأمانة. يتعصب في كل كرة هيعمل تاكلينج. أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. اكتفي يا عم اكتفي. مع الضغط ينجح في استعادة الكرة. الله على هذه المهارة، جميلة جدا الكرة الأخيرة. دراغان ستايكوفيتش، ثقة كبيرة أظهرها الدفاع هنا في هذا التحدي. انطلاقة مميزة انتهت بتدخل سليم وحاسم. هالاند، يا الدفاع كما يجب أن يكون. مش زي ما كنت عايز. ديوغو دالوت بس بتاعتنا يستعيد الكرة بعد ضغط هائل. انتهت الهجمة الواعدة مبكرا. تمريرة بدون تركيز. ألفاريز، فرصة سانحة للتسديد. نيدفيد، لو عدت دي كنت هتشكل خطورة بصراحة. هي مش كانت تدخل بس يعني كانت ممكن تعمل أي نوش كده جوه المنطقة. هو الظاهر كده بيعمل تبديلات، بيرجع نونو مندش عشان يستلم الكرة، بس هو مش عارف ان في مراقبة لاصقة اصلا. انتوا فاهمين؟ فمهما راح في حتة هيكون معاه واحد هو عايزه، عشان حاسه بعيد عن بعيد عن المكان بتاعه المربع بتاعه. بس هو مهما عمل فهي المراقبة لاصقة هتكون معاه برضه لازقة فيه، الا لو غير اللاعب. بدأ يضم شوية اهو دييجو دالوت. فاحنا مش عارف هو ناوي على ايه بصراحة. شكله كده هيطلع كوندي بدل دييجو دالوت، هو اللي هيعرض. ده مجرد بس افكار يعني مش اكتر، انا مش جوارديولا يعني. زي ما قلت لكم هو الظاهر كده هيلعب على ناحية واحدة بس، فاحنا كده ايه هنلغي مراقبة لاصقة عشان ما نخسرش لاعبين. تغييرات من الجانبين في محاولة لتغيير الوضع. فينورد روتردام متقدم 2-0 منذ شوط المباراة الأول. صحيح أن الفريق في وضعية جيدة الآن، لكن المباراة ما زال فيها الكثير وكل شيء ممكن أن يحدث في الشوط الثاني. تمريرة بدون عنوان، لكن لم تكن هذه النتيجة المنتظرة. بافل نيدفيد، كرة مع بافل نيدفيد. ياه لو عدت كان ممكن الامور تتعقد اكثر في الهجمه المرتده لولا التدخل الجريء يبعت لاستعاده له التو. الكره مره اخرى. بس هذه خلاص. الكره. ازاي؟ فانيس قويه من نيستروي. حلو حلو، بس ازاي برضه تعدي دي؟ في المرمى، هدف يشعل الاجواء. لسه فيها يثير الحماس. احتفل يا اسطى الان حقك. على بعد هدف وحيد من العوده. الله على هذه الروح وعلى هذا الاصرار. تم تذليل الفارق الى هدف وحيد. هالاند، هذه خطيرة. الله على ضربة في المرمى. مستحيل هذا السيناريو. هو فقد الشغف، اكيد فقد هذه الشغف. الإثارة. الله على هدف يريح الأعصاب ويعزز التقدم ويؤكد العزم على الانتصار. بدون أي فلسفة أمام المرمى يتمكن من التسجيل. هالاند كان موجود في المكان المناسب، استغل الفرصة بشكل جيد. هو هداف، هو سفاح، هو نجم في الفينيشنج عالي جدا. هذه كرة جول. اوه تصدي غير عادي من حارس المرمى. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة.
اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. هالاند بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. يتدخل بنجاح، يحصل على الكرة. لمسة ساحرة هنا، وفي النهاية لم يتحقق شيء. فينورد روتردام عندها الإمكانية للاستعانة بدكة البدلاء. تدخل قوي، أكيد غير سعيد بهذا التدخل، لكن تدخل رائع. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. كيليان امبابي، ريكارد. من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. فرناندو توريس، وكرة عرضية موجود هنا لقطع الكرة. ميسي، فينورد روتردام، وإمكانية الهجمة المرتدة. يستعيدها بسرعة، تمريرة خلف المدافعين، يلا شوت، تصطدم في العارضة. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. قوية من امبابي، إصرار على مواصلة التسجيل. الله على كورة في الشباك، على أداء كبير. رغم الرقابة كان ينجح في التسجيل بكل هدوء، لا يمكن إيقافه بسهولة. لعبة رائعة منه. معلش يا جدعان التسجيل واقف كده لوحده، بس يعني لحقته الحمد لله. مش عارف الدقيقة كام بالظبط، بس يعني وانا جبت هدف بس بإمبابي. أصبح 3 أهداف. يا إلهي على هذا الأداء، على هذه الكرة، على المستوى اللي يقدموه في مباراة اليوم. الخصم تقريبا برا اللعبة اليوم. هالاند، إمكانية مرتدة الآن، عنده مساحة خالية على الطرف. فرصة الآن، فرصة أخيرة لزيادة الغلة التهديفية من هذه الركنية. بتاعتنا يا كوندي يبعد الكرة. بتاعتنا تمام. روديجر لسه نازل، فانت فايق. مبابي، قد تكون هذه فرصتهم. يجرب حول آه التسديد. حلوة هالاند، حلو تسديدة حلو. لكن الكرة عالية جدا. الراجل زهق الظاهر يا جدعان. عرف كيف يمر. مفيهاش حاجة. سرعة في استعادة الكرة. راحت بعيدة جدا عن هدفها. طب هو انت لما يطرد لك واحد دلوقتي تستفاد ايه؟ انت خسران الجيم اصلا. تدخل قوي هنا. هازارد، وينتهي الشوط الثاني والماتش الثاني بفوز الحمد لله. اعتقد يعني دي بداية حلوة جدا. ف عايزين نوصل ديفيجن 2 النهارده. لو عندكم وقت، انا عندي وقت عادي، بس الفكرة انه هياخد وقت مني في المونتاج. احنا لو وصلنا الجيم اللي جاي او الماتش اللي جاي هنوصل ديفيجن 2، فان شاء الله نوصل ديفيجن 2. يلا بينا يلا بينا جدعان. لو حد عنده اي ملحوظة في اي حاجة يعرفني، محدش يتكسف مني ولا انا هتكسف منكم. احنا اخوات وحبايب كده مع بعضنا. طيب هو تشكيلته الى حد ما يعني فيها عناصر كده مميزة، فاحنا هنعمل ايه؟ هنركز على الوينجات سانيه ورافينيا. واحنا نشوف لعبتنا بقى. الراجل ده يا جدعان بقاله يمكن التالت ماتش وهو ميت حرفيا. مش عارف، انا كل مرة بنسى احط الرايت باك، فهنضطر نلعب بروديجير بس ينزل تحت كده عشان يكون ايه سنتر باك. ميسي. نشوف مارادونا ماشي. ندفيد، ونيدفيد حلو فشخ، فاحنا خلينا على ندفيد ونشوف الدنيا تمشي ازاي.
نشوف انتوا عارفين طبعا في هذه المشاهد الرائعة. اللي هو اخر 10 نقط دول ولا اخر 5 نقط في الديفيجن في وقتها في الساحة. بيحصل فينا ايه، فربنا يستر يعني. نريد مباراة حماسية ومثيرة ان شاء الله نكسب يعني. وتكون انا مش أمل بتفائل لما يكون بالتفاعلات، ويبدو أن كل انا صاحب شيء الارض، جاهز مش عارف ليه. من أجل مباراة ملتهبة. لحظات قليلة مرت على انطلاقة المباراة. فينورد روتردام في مواجهة مانشستر نيدفيد وكرة تمام لحد دلوقتي ما. يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة. الآن تأتي الفرصة من أجل تحقيق الفوز. يلا بينا. دقة محسوبة، هذا لم يأتي بالصدفة، بالتأكيد نتيجة تدريب كبير جدا ودقة عالية في الإنهاء. هدف مبكر جدا يشعل هذه المباراة. الهدف جاء ليغير من وضعية المباراة مبكرا. الله على قفزة، الكرة إلى خارج المرمى. انا عايز الهالاند، والله عايز الهالاند، هو الوحيد لوحده. شفت اللي بكلمكم عليه بالظبط، لعبها للباك للوينج على طول. فريمبونج، هل تمر الكرة؟ ريكارد، فرصة الآن مع المرتدة، مع الضغط ينجح في استعادة الكرة. هيديله التو. تنتهي الأمور هنا. ممتاز الكرة بالرأس الآن. ضاعت ازاي دي؟ مخيب الآمال بكل صراحة. لو واحد زي كولر ولا ترام دي اكيد في الجول. لكن غاب عنها التركيز. بالتأكيد يلوم بتاعتنا؟ نفسه بعض الشيء على بتاعتنا. ضياع هذه الفرصة. يعرف انه كان عليه بذل مجهود اكبر في التمرير البينية حتى لا يقطعها الدفاع. الان ياخذ المبادرة، هل ينجح في المرور؟ موجود هنا لقطع الكرة. الجماعة اللي فاتت يلا مبابي. المباراة، فريق تمكن من احراز هدف مبكر جدا هذا اليوم. هدف مقابل لا شيء الان. فريمبونج، حلوة التمريرة الطويلة. تدخل جميل واعتراض اجمل. مارادونا، تمريرة خلف المدافعين. مركز قوي يا جدعان على العرضيات، يلعب الكرة. فهو الظاهر كده اهداف وهتيجي مع عرضيات. الجهة اليوم قوية من جاك ويلشر. بس قدام يا اسطى، قدام يا اسطى، في واحد هناك قدام. هذه هي كرة القدم، نقطة لصالح مدافعين قبل تنفيذ الركنية. شوف راح لوين، حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينة. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس. روديجر نجح في الاعتراض. كرة جميلة من فوق اللاعبين. أبياتي يتدخل ويبعد الكرة. نيدفيد، مبابي، لعبة وقفت والله العظيم. يخاطر بهذه التمريرة وقد تكلف الكثير. دفاع أنقذ الموقف في اللحظة الأخيرة، لكن محاولة كانت جريئة وربما تشجع على تكرارها. كانت انطلاقة مميزة وطموحة، لكن الدفاع ارتقاء. انا قلت لكم هو هيجيبها هدف من عرضية. يا سلام على انا مش عارف عدت ازاي. يا سلام على هذه الفرحة. بس هو الغريب ان الوينج اليمين ده مش عارف عدى ازاي بالكرة دي. مانشستر يونايتد سجلوا هدف التعادل الآن. العرضية كانت رائعة، الرأسية جاءت في الوقت المناسب ليكون هدف جميل. تحرك بشكل رائع هنا وعين على الكرة وعرف كيف يتغلب على الدفاع. يواصلون المباراة بعد أن تعادل الفريقان. مباراة كبيرة بين الفريقين الأقوى، نتيجة متعادلة والأداء فيه ندية كبيرة بين اللاعبين على أرضية الملعب، وهو ما يعكس التوقعات قبل إقامة هذا اللقاء. وحتى اللحظة لا نجزم بتفوق فريق على الآخر في هذه المواجهة الصعبة والمتكافئة. كويس انه ما وصلتش كده كنت تسلل. مارادونا عمل كل شيء، يلا تحرك مبابي بشكل رائع، استقبل الكرة ليش السوق لكنه في ده يا الأخير جدعان؟ فشل في التسجيل. كرة من جهة اليمين، توني آدمز تدخل بشكل خاطئ هنا. ورقة صفراء أخرى من حكم اللقاء، حذاري من كثرة الإنذارات في مباراة اليوم.
حاسس في بطء كده في اللعبة، مش فاهم ايه اللي بيحصل. مش عارف ده عيب نت مع ان انا موصل كابل لان كرة عن يعني. جاك ويلشر. ليه البطء ده؟ يلا يلا هلا. جاك ويلشر. هالاند. هالاند. تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي يقدمه في مباراة اليوم. تيمبر عينه على الكرة دائما هنا. مارادونا. البينية رائعة تمر. يحصل عليها تيمبر. مستحيل تعدي امبابي. كانت انطلاقة مميزة لكن المدافع كان له رأي آخر. تدخل حاسم في توقيت رائع. كرة تعدي الخط ورمية تماس. فريمبونج. بيلينغهام تمكن من تسجيل هدفه الأول. في بطء مش طبيعي عند هالاند. يلا مبابي. يحاول اختراق الدفاع بالتمرير. على هالاند. يلا. خطيرة بس. جدا. هدف موظفين بس انا راضي يعني. لقد سجلوا الهدف قد يكون حاسما بعد ذلك لمصلحتهم. بدون أي فلسفة أمام المرمى. ده حقيقي بدون اي يتمكن من فلسفة. التسجيل. هالاند كان يلا موجود في مبابي. المكان المناسب. استغل الفرصة بشكل جيد. هو هداف. هو سفاح. هو نجم في التسديد. والهدف حتى الدبل تاتش عشان ما تقولش عليكم هذه من حاجة. هي الإثارة. هذه هي المتعة. هذه كرة القدم وروعتها. البداية الغير عادية. الهدف الثاني يأتي. من يوقفهم الآن؟ الله على الكرة. هدف جميل. هو استسلم على فكرة كده، طالما بيلعب كده بعشوائية فهو يستسلم. في المرور بشكل جميل أمام حارس المرمى. هيصفر. صفر. وها هي نهاية الشوط الأول. ينتهي الشوط الأول 3-1. فإن شاء الله نشوف في الشوط الثاني هترسى على إيه. مع صافرة البداية لباقي هذا اللقاء. فينورد روتردام يدخل الشوط الثاني بتغيير تكتيكي. سنرى أثر هذا التغيير مع استئناف المباراة. في حاسس إن في رندة في اللعبة يعني، مش عارف أنتم ملاحظين ده برضه ولا لا. الكرة. فينورد روتردام أفلت من المرتدة. ساني. بيلينغهام. عدي بقى يا شيخ. مارادونا. ضغط كبير يساعده في استعادة الكرة. مارادونا كان في المكان المطلوب لكنه لم يتمكن من ترجمة الكرة لهدف. لم يكن هناك مجال لعبور الكرة. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. إمكانية تسديد الآن. فينورد روتردام بتشكيلة مختلفة في الشوط الثاني عن الشوط الأول. مارادونا. فرصة خطيرة. بيلينغهام. ساني. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. حلوة هذه التمريرة. طويلة إلى القائم البعيد. بافل نيدفيد. بابي. اعتراف رائع للكرة. رافينيا عدى وتوغل هنا. بتاعتنا. يمر. ريكارد دافع بشكل سليم. قرأ التحرك بشكل مطلوب. قام باتخاذ القرار. ما تلعبها طولية زي ما انتوا بتلعبوها. طيب يعني اللي هي عايزة طولية بتلعبوها، مش عايزة ما تلعبوهاش. يلعب كرة داخل الصندوق. فينورد روتردام عنده فرصة لهجوم مرتد. مارادونا. حاسس خط الوسط بتاعي تعب شوية. لا يمنح أي خطأ هنا. ريكارد. تروح الآن جميلة خلف الدفاع. مبابي ممكن يحطها في المرمى. سيطرة مطلقة وهجوم متواصل. الله على كورة في الشباك، على أداء كبير.
تلك الهجوم هي الشامل. فائدة طب كده هتخسر التدريبات اكتر يا على اسطى. دقة التسديد. الإنهاء رائع من دون شك، لا يمكن أن تكون بهذه الدقة في الملعب. حارس المرمى صعب جدا أن يفعل شيء. مش عارف اللعبة دي بصراحة فيه. إنهم يتقدمون الآن بفارق مريح 3 أهداف. تمريرة كانت سيئة للأمانة. فينورد روتردام لم تنتهي تبديلاتها بعد. بيلينغهام، الكرة عند جاك ويلشير. جاك ويلشير بيلينغهام، جاك ويلشير لاعب يستحوذ على الكرة. انطلاق الآن إلى الأمام. بينية لا تخترق الدفاع، ربما عليه التفكير في حلول أخرى. استعادة سريعة هنا، مرت الكرة. واحد يجي لتحت. حد يسند معايا يا رجالة، وانا هحارب لوحدي. بيلينغهام، الآن باتجاه اليمين. ندفع كرة راسية. يا راجل حرام عليك. كانت خارج المرمى تماما. بافل نيدفيد يظهر هو فعالية ندفيد مش كبيرة هيدر في الهجمة تقريبا. المرتدة. قشطة يعني. يتوقف اللاعب الآن، سيتم إجراء تغيير. يفقد الكرة تحت الضغط. مارادونا، شكرا. تدخل رائع هنا. تحرك بابي، يمكن يسجل. فرناندو خلي بالك انا بدأت اخد فكرة وحشة عنك. الأداء الكبير. فايه ده؟ بس انت لوحدك. يا لها من فرصة لكنها ضاعت بسبب التسرع. عنده حلول كثيرة لهذه الركنية بسبب أفضلية الطول. الركنية ضاعت والآن نشوف فرصة مضادة. تحول سريع في الملعب. فرناندو توريس، كيليان امبابي، تدخل ممتاز لاعتراض هذه الكرة. هدف دي هدف. يحاول صنع الفارق. فرناندو توريس، إمكانية بابي أنقذ مرماه وحارس المرمى أيضا في هذه الكرة. بلوك ممتاز، دفاع قوي. لازم اجيب هدف تاني. جاك ويلشير، فيها مغامرة هذه الكرة. لا مش طبيعي. مع الضغط ينجح في استعادة الكرة. ما جاتش. بيلينغهام، ساني، تصبح هجمة مرتدة الآن. تمريرة جميلة. تمركز أهم صفة للمدافع. توقع ممتاز هنا. ما جبتش هدف تاني بس قشطة يعني. انتهت. كده وصلنا ديفيجن 2 مستريح. عايزكم تقولوا لي رأيكم وايه الحاجات اللي انتوا شايفين ان انا ممكن اركز عليها. واي حد عنده اي تعليقات على اي حاجة يعرفني برضو. في حاجات معينة مثلا عايزين نلعبها، حاجات نركز عليها، تفاصيل كده يعني. بس فاتمنى يكون الفيديو عجبكم، وعايزين يوم كده مثلا معين نفتح فيه باكجات. عايزين نفتح مش عارف بصراحة ان بتوع النهاردة ايه الجديد. بصراحة انا نفسي في ليلتروم يا جدعان. مش بني ادم، انا لعبت ضده كتير. مش طبيعي، حرفيا مش طبيعي، خصوصا في السنتر باك يعني. سيبك من الرايت باك ده، هو مش ده اللي عايزه منه يعني. بس سنتر باك سريع جدا وقوي جدا جدا. فاحنا ممكن نفتح على ده مثلا في اي يوم لو حابين نشوف يوم كده مع بعضينا ونعمل ده. بس فاتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ولو في اي تعليق او اي حاجة متنسوش تكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب يا جدعان عشان كل حاجة تظهر لكم. بس فاشوفكم في حلقة جاية. سلام.